طبعا احنا عندنا الصورة اهو سلك، طبعا سلك، وهنا المكان زي ما قلنا فيه عيوب كتير، اقواها واكبرها الرياح الشديدة المستمرة من جميع الاتجاهات المحملة بالرملة، رملة تراب سف. ده الصورة اهو، كل متر، الصف الاولاني كل متر، والصف اللي لازق فيه التاني كل 2 متر. تمام، هنطلع بره عشان نشوفه اهو. الصف هنا الاولاني اللي لازق ده، عايزكم بس تلاحظوا معايا حاجة. احنا طبعا قصيناه من على بعد 2 متر وربع، وسايبين القفرة اهي بالكامل. احنا بنتكلم على الصف اللي جنب السور، يعني احنا السور حطينا له جريد عشان نخليه سور بجد. هنا احنا دلوقتي بنحط الفاقد. طبعا احنا هنا حطينا اسمنت بزيادة عشان نقاوم الهواء والتراب ده. في نسبة فاقد طبعا بسبب الهواء والتراب ده، لكن اللي اشتغلت لان احنا حاطين سمات بشكل قوي، ده اللي قلناه. اللي اشتغلت حجمها بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله، وصلت 4 متر. احنا شايلين 1.5 متر و2 متر اهو. بص التخانة، بص النمو الصف الاول، بص القفرة ليه؟ عشان حاطين سمات. طب اللي جنبها دي مادت خالص، وحاطين جديد اهو عشان نعلمها عشان نحط الجديد. تمام، هتلاقي هنا بالكتير ما بين كل واحدة والتانية في واحد فاقد، نادرا تلاقي 2 فاقد. اول ما نسيب بقى الجريد، اول ما نسيب الجريد، اول حتة فيها 3 فاقد اهي، اول حتة فيها 3 فاقد. ليه؟ عشان ما فيش جريد. فطبعا الرياح الشديدة مع الرمل الشديد عمل هنا فاقد. وادي واحدة عدت، مجرد ما عدت شوف القوة، عشان بس ما حدش يقول شتلات. طب ما دي ماتت ودي ماتت اهي، يمينها 3 ماتوا، وشمالها 3 ماتوا بقى، نبتوا تنبيت ضعيف. شوف انا لما جيت هنا الفيديو باظ من الهواء، وانا في حمى السور سواء الشجر او البوص. تمام، نختصر عشان الوقت. هنا هتقولي 3 ماتوا او نبتوا تنبيت ضعيف والهواء شالهم، او نبتوا تاني والهواء ردمهم، ونبتوا تالت والهواء عملهم. دي عدت، جريدها بقى كان كويس، مش لازم لكن في اساس. طيب تعالى هنا، اول ما البوص ما بقاش موجود بقى عندي 3 فاقد، ودي اول واحدة في الصف كله يبقى فيها 3 فاقد ما بين شجرة وشجرة. اللي بعدها 3 فاقد، لان برضو ايه قدامها هو اهو. ادي الشجرة اللي عدت، وادي 3 فاقد، وادي الشجرة التانية. ده 1 فاقد بس، ده 2 فاقد بس. تعالى بقى المبنى ده حمانة، عمل شغل الجريد، هنا رجع التاني بالكتير 1 فاقد او 2 فاقد بالكتير، لكن الطبيعي بقت 1 فاقد. يعني بدل ما كان 3 فاضيين وواحدة مليانة، لا ده 3 مليانين وواحدة فاضية. ده هنا ما بين المواسير اهو، 1 2 وواحدة اللي فاضية، 1 وواحدة فاضية، 1 2 3 وواحدة اللي فاضية، 1 وواحدة اللي فاضية، 1 وواحدة اللي فاضية. هناك اهو 1 2 3 4 وواحدة اللي فاضية. ليه؟ لأن الصف ده أو السور ده عمل شغل الجريد اهو. يا جماعة كل حاجة وليها حاجتها، صاحب المزرعة لازم هو اللي يبص ويشوف المبنى ده حميني. طب عندي جريد نخل، مخلفات